سلام سلام حبيباتي، اليوم جبت لكم تحلية روعة سهلة بمكونات بسيطة وتجيب 4 طبقات وبنينة بالبزاف. تحلية الطبقات بالفلان والكاوكاو والشوكولا مناسبة بزاف للسهرات الرمضانية ولمة العائلة بعد الفطور. خفيفة، شكلها يشهي وتبان باللي فيها مكونات بزاف، وهي في الحقيقة اقتصادية وما فيهاش بزاف المكونات. تبعوا معايا واش رايحين نحتاجو في التحلية تاعنا. نحتاجو لتر حليب، 2 علب من الفلان نوع البنان. في الطبقة الأولى راح ندير نصف لتر حليب، ملعقة كبيرة سكر، ملعقة كبيرة مايزينا، وعلبة من الفلان وزن 50 غرام. تقدروا تستغناو على ملعقة السكر إذا ما تحبوش الحلاوة الزايدة. نخلطهم بارد في بارد، من بعد نحطهم على النار. كي تشوفوا الفلان تاعكم اختار لكم رايحه ننزعو. انا راح ندير التحليه تاعي في هذا المول بحجم كبير، نتوما تقدروا تقدموهم في ليفرين صغار ويجي الشكل تاعهم تحفه، كل واحد والحصه تاعو. رايحه نحط الطبقه الاولى اللي عباره عن فلان ونخليها تبرد لي تماما. خليو الفلان تاعكم يبرد، خليوه غير في الكوزينه تاعكم يتماسك جيدا. ونروح نحضروا الطبقة الثانية اللي هي سهلة بالبزاف. واش رايحين نحتاجو 4 معالق كبار من شوكولا الطالي. نضيف لها كمية قليلة من الحليب ونخلطه لاني حابه نخففها. نبقى نضيف في الحليب بالتدريج بكميات قليله بطبيعه الحال، ونخلط حتى نتحصل على قوام يناسب باش نقدر نمشيها فوق الفلان بهذه الطريقه. هذه هي القوام اللي راني محباته. واش راح نضيف لها؟ راح نضيف لها 4 معالق كبار من الكاوكاو المطحون خاشن والمحمص، ونخلط جيدا. من بعد نحطها كطبقه ثانيه. هنا حطوا بالعقل غير سيسوها، وعدلوا الطبقه تاعكم بالملعقه وديروا طبقه رقيقه. كما تعرفوا الشوكولا راهي حلوه، رايحه نديرها كطبقه رقيقه كامل، نمشيها على كامل الوجه. هنا في المول الكبير راح تجيكم صعيبه انكم تمشيوها لانه الفلان خفيف، بصح كون ديروها في ليفرين صغار ما تجيكمش كامل صعيبه. كل وحده ضيفوا لها ملعقه وتمشيو بكل سهوله. رايحه نحط المول تاعي بجهه ونخلي الطبقتين يتماسكوا، ونروحوا نحضروا الطبقه الثالثه اللي هي كما الطبقه الاولى اللي عباره عن حليب، فلان، نشا، سكر. كما قلت لكم السكر تقدروا تستغناو عليه عادي، ونحطهم حتى نشوفوا الخليط تاعنا اختار لنا ونجيبه. هنا برك يا البنات كي تحبوا تحطوا في الطبقه الثانيه تاع الفلان غير خليوها تبرد، خليو الفلان تاعكم يبرد ياخذ درجه حراره الكوزينه تاعكم. تبقاو تخلطوا فيه بما يجمد لكمش بطبيعه الحال. خلطوه وفي نفس الوقت راهو قاعد يخرج منه هذاك البخار السخانه تاعو، ونخليه حتى يبرد لنا يتفنى شويه هكذا باش كون نحطوه هو سخون راح يطلعوا لنا الطبقات. وراح شوفوا لي البنات انا درت هذه الفكره باش ما تطلعليش طبقه الشوكولا والكاوكاو. حطيت كميه قليله من الفلان كي برد لي كي دفالي شويه، حطيت الطبقه الاولى. شوفوا لي كيف درتها خفيفه بالملعقه فقط، وخليتها جمدت تحكمت مع هذيك الطبقه الثانيه تاع الشوكولا. ومن بعد جبت الكميه الباقيه من الفلان وحطيتها على راحتي بهذه الطريقه، ونخليها كذلك حتى هي تتماسك وتحكم. بقات لي الكميه اللي درتها من الشوكولا والكاوكاو، راني خليت قيس الطبقه الاخيره ورايحه نوزعها كذلك كامل. 4 معالق كبار كاوكاو، 4 معالق شوكولا، داروا لي طبقتين في هذا المول. بهذه الطريقه راح نوزعها كامل ونحطها تبرد لي. وكي تبرد لي جيدا راح نزينها بكميه من الكاوكاو على الجوانب. تقدروا ديروا جوز الهند، تقدروا ديروا الكاوكاو، تقدروا تخليوها كيما راهي، ورايحه نقدموها بارده. في هذا المول اكيد راح نقسموها مربعات كيما انه اذا عادوا ليفرين صغار كل واحد راح ياخذ الحصه تاعو. تخليوها تبرد تماما، تجي بزاف بنينه. كما راكم تشوفوا هذه هي تحليتنا واجده بطبقات باينين ما شاء الله، بنينه خفيفه ومثاليه للسهرات الرمضانيه. اللي يحبوا حاجه حلوه بعد الفطور راح تناسبكم اكيد. جربوها وقولوا لي رايكم في التعليقات، وما تنسونيش باللايك والاشتراك بيوصلكم كل يوم جديد.